بتعملي كل الحلويات وتيجي عند الكيكة وبتفشل منك. ايه رأيك ان النهاردة مستحيل ان الكيكة تفشل منك تاني؟ مقاديرنا النهاردة مظبوطة وكمان مترتبة. يعني ايه مترتبة؟ يعني مقاديرنا 4 3 2 1. ايه هما ال4 3 2 1؟ ده اللي هنشوفه في فيديو النهاردة. كمان هنشوف السر في الكيكة لو انتي بتغمق منك. في ناس كتيرة بتشتكي ان الكيكة بتطلع غامقة معاها. هنقول في الفيديو ازاي الكيكة تطلع فاتحة معاها. والنهاردة الكيكة بتاعتنا برضو معمولة 3 أصناف في صينية واحدة زي ما انتوا شايفين. معمول فانيليا وكمان خليط ما بين الكاكاو والفانيليا ومعمول بكاكاو بس. يلا بينا ندخل ونشوف الفيديو. بس قبل ما نشوف الفيديو يا ريت ما ننساش نسمي الله ونصلي على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا بينا ندخل ونشوف عملنا ايه. زي ما اتفقنا ان المقادير بتاعتنا مترتبة، يعني عمرك في حياتك ما هتنسيها ابدا. زي ما قلنا 4 3 2 1. وهنشوف ايه هما الاربعة وايه هما التلاتة وايه هما الاتنين وايه هما الواحد. انا عندي هنا 4 بيضات. البيض لازم يكون كبير معايا. لو بيض صغير هستعمل 5 بيضات. طيب لو البيض عندي بحجم البيض البلدي او انا حابة ان انا اعملها ببيض بلدي يبقى هعملها ب7 بيضات. خلاص كده اتفقنا. بعد كده هحطهم في شفشق الخلاط. انا بكسر بيضه بيضه عشان اتاكد منها. لازم شفشق الخلاط يكون نضيف معايا. يبقى هنا عندي 4 بيضات حجمهم كبير. هضربهم عندي في شفشق الخلاط لغايه ما يدوني رغاوي كده. بعد كده هضيف لهم الليمون. ده السر اللي هيخلي اللون بتاعها يكون فاتح. لا اما ليمون او اللي انت تحطي معلقه كبيره من الخل هيديها هشاشه وهيديها لون ابيض. انا هنا مكتره من الليمون. ليه؟ انا عايزه احس بالطعم الليمون في قلب الكيكه. لو انتي مش حابه طعم الليمون او مش حابه المزازه بتاعه الليمون في الكيكه استكفي واحده بس. بس انا هنا زي ما قلت لكم انا حابه ان يكون فيها طعم ليمون. انا كمان لو كان الليمون ده كان اصفر كنت انا بشرت القشر بتاعه عشان كمان يعلي من طعم الليمون كمان ويبقى طعمها حلو. بس انا مرضتش اعمل اللي هو القشر الاخضر ده عشان كمان ما يديش مرارة للكيكة. انا هنا حطيته او عملت الليمون في نفس الطبق اللي انا كنت حاطه فيه البيض عشان لو وقع بذر زي ما انتوا كنتوا شايفين كده اتحكم فيه اللي انا اقدر اشيله بسهولة. لان لو عملته في الخلاط على طول مش هعرف اللي انا اشيله. بعد كده ضفته على البيض. على فكرة ممكن في الوقت ده ما تضيفوش فانيليا لان الليمون كافي ان هو يضيع اي زفارة. هنا بقى هنخش على السكر. عندي السكر هنا 2 كوباية من السكر. السكر لو انتي حابة ان الكيكة تكون سكرها عالي حط 2 كوباية من السكر. طب انا حابة ان هو يكون سكرها وسط، يعني معتدل، ولا هي مسكرة قوي ولا هي دلع قوي، يعني ملهاش طعم خالص. هتحطي 2 كوباية الا ربع. هتحطي كوباية كاملة وبعد كده هتحطي كوباية الا ربع. وده اللي انا حطيته، يعني انا عملت 2 كوباية الا ربع. طب انا مش حابة السكر يكون ظاهر فيها هتحطي 1.5 كوباية. يبقى هنا السكر انت بتلعبي فيه. لو انت حباها مسكره خليهم 2 كوباية، حباها وسط خليها 2 كوباية الا ربع. حابه السكر ما يكونش ظاهر فيها خالص خليه 1.5 كوباية. وعندي هنا كوبايه من الزيت. والكوبايه اللي انا عايرت بيها السكر هي اللي انا عايرت بيها الزيت، هي اللي عاير بيها بقيه المكونات. بعد كده هضيفها عندي هنا في الخلاط. هضيفها كده خيط رفيع. مش هضيفها كلها مرة واحدة. اول ما هضيفها هلاقي الخليط عندي تقل معايا. وكمان كل ما بضيف الزيت بتلاقي القوام تقل معاكي وافتحي معاكي. عايزه اقولك كمان على حاجه. هنا السكر قبل ما تضيفي الزيت لازم تتاكدي ان السكر يكون داب معاكي. لو انت عندك سكر تموين وعايزه تستعمليه عادي ما تقلقيش، حتى لو هو غامق الكيكه هتفتحي معاكي عشان الليمون اللي انت حطاه في قلب في قلب المكونات هيفتح معاكي الكيكه، ما تقلقيش. يعني اي نوع سكر عندك انت حابه تستخدميه استخدميه. انا اوقات كتيره بستخدم اللي هو سكر التموين. عندي هنا 2 كوباية من الزبادي عايرتهم في الكوبايه اللي انا عايرت بيها الزيت. والسكر كانوا نص كوبايه. انا عندي هنا نص كوباية من الزبادي. هو المفروض يكون عندي 1.5 كوباية من السوائل
برضو السوائل دي انت هتلعبي فيها، لا اما تعمليها كلها زبادي 1.5 كوباية من الزبادي، او تعمليها 1.5 كوباية من الحليب، او لو انت حباها بطعم البرتقال ممكن ان انت تعملي 1.5 كوباية من عصير البرتقال. انا حطيت هنا نص كوباية من الزبادي، وفي الاخر خالص هضيف كوباية من المية، لان ما كانش عندي لبن وانا بشتغل باي حاجة موجودة عندي في البيت، مفيش اي حاجة بتوقفني. طيب بعد كده عندي 3 كوبايات من الدقيق. الدقيق بعايره ازاي؟ باخد بالمعلقة كده بضيف في قلب الكوباية بدون ما اخبط فيها او اخبط عليها، بعايرها كده لغايه ما تتملى، وبعد كده باخدها على الكيسه او في قلب الكيسه وبمسحها كده. معيار الكوبايه او حجم الكوبايه عندي 125 جرام، او الكوبايتين بيبقوا ربع كيلو، الاربع كوبايات بيبقوا نص كيلو، التمن كوبايات بيبقوا كيلو. الناس اللي ما بيكونش عندها ميزان، بس اهم حاجة اللي انتي ما تخبطيش الكوباية زي ما انت شايفة كده. انا هنا بضيف من الكيس على طول اهوت، بس مش بهبط الكوباية، بعد كده بمسحها. ده بيكون معيارها 125 جرام. زي ما اتفقنا الاتنين منهم بيكون ربع كيلو. هنا حطيت معلقة كمان وبسويها. هنا الدقيق انا بحب ان انا انخله مرتين، ده بيدي هشاشة برضو معايا للكيك. ما بيخليش الكيكة معايا ان هي تهبط. وعندي كيس من الكيك شيف، ويستحسن الكيك شيف، لان انا استعملت نوع تاني كان برضو اسمه حاجة كده شيف، مش فاكرة كان اسمه ايه، هبط لي الكيكة. النوع ده حلو جدا، بيخلي قوام الكيكه بيكون حلو. لكن لما بستعمل معجنات، يعني لما بستخدم معجنات بستخدم لها، اما باجي بعمل معجنات بستخدم اي نوع بيكنج باودر عادي. لكن في الكيكه استخدمي الكيك شيف لانه بيفرق معاكي وبيفتح كمان معاكي لون الكيكه. هنا انا هنخل المقادير دي مرتين زي ما اتفقنا. عايزين بقى نشوف ايه هي برضو المكونات اللي احنا حطيناها، اللي هي 4 3 2 1. استخدمنا 4 بيضات، واتكلمنا في البيض لو هو وسط هناخد قد ايه، ولو هو صغير هناخد قد ايه. اخدنا 4 بيضات، 3 كوبايات من الدقيق، اخدنا كوبايتين من السكر، وقلنا ممكن نلعب في السكر حسب الذوق. شوفي انتي حابه انتي عايزه الكيكه يكون طعمها ايه. واخدنا كوبايه من السوائل اللي هي كوبايه من الزيت. كده عندنا 4 3 2 1، 4 بيض، 3 دقيق، 2 سكر، 1 زيت. طيب السوائل بقى مش هنحسبها معاه، السوائل 1.5 كوباية من السوائل. اي سوائل انت حابه تضيفيها ضيفيها براحتك، وانا قلتلك على اكتر من اختيار اللي انت ممكن تضيفيهم. انا في الاول نسيت اضيف الفانيليا فانا ضفتها في الاخر خالص، مفيش اي مشكله. بعد كده اخدت الخليط السائل اللي كان معايا في الخلاط، ضفته على الدقيق والبيكنج باودر وذرة الملح. هقلب بقى الخليط ده كله مع بعضه وما بالغش في الضرب. اول ما الاقي المكونات دي كلها اختلطت مع بعضها خلاص كده، عايزه اقول لكم ان انا شلت معلقتين كبار من الدقيق قبل ما اضيف عليهم المكونات السائله. هنشوف برضو المعلقتين دولت انا شلتهم ليه. هنا بعد ما خلاص خلطت المكونات، عندي هنا كوبايه ميه دافيه. عندك حليب ممكن تضيفيه، عندك زبادي كنت تضيفيها من الاول، مفيش اي مشكله. بس زي ما قلتلك انا ما كانش عندي غير العلبتين دولت. الميه ممكن تستخدميها من الحنفيه مفيش اي مشكله، بس هنا انا استخدمتها دافيه لانها بتطري معايا الكيك اكتر. وممكن يعني تستخدميها مغليه برضو بتطري الكيك اكتر واكتر. هنا بعد ما قلبت المكونات دي كلها مع بعضها، هجيب سباتولا واقلب كده من تحت عشان اتاكد ان الدقيق داب معايا مع الخليط السائل. هجيب طبق وهقسم الخليط ده على 2. زي ما اتفقنا الكيكه بتاعتنا متقسمه على 3. قسمتها على طبقين، طبق حطيت فيه المعلقتين الدقيق اللي انا كنت سايباهم وهقلبهم مع بعض. هنا ده القوام، ده بقى المفروض القوام بتاع الكيكه، ولا هو تقيل قوي سميكي زياده عن اللزوم، ولا هو خفيف ميه. وعندي كمان الخليط التاني، بس هنا هتأكد برضو ان هو المعلقتين الدقيق اللي انا قلبتهم ما نزلوش في ارضية الطبق، وهقلب كده بالسباتولا. عندي بقى الطبق التاني هضيف له معلقتين من الكاكاو. يبقى انا قسمت الخليط على طبقين، حطيت في الطبق الاولاني معلقتين الدقيق اللي انا شلتهم من الدقيق، والطبق التاني حطيت لهم معلقتين من الكاكاو، وحطيت كيس اللي هو النسكافيه. عايزه اقول لكم ان الكيس ده بيفرق في طعم الكيك بالشوكولاته، بيخلي طعمه في حته تانية.
الصراحة يعني بيخلي طعم الكيكة طعمها بيكون ظاهر فيه الشوكولاتة، يعني انتي مش حاطة فيه شوكولاتة بس تحسي ان انتي بتاكلي كيكة بطعم الشوكولاتة. لو موجود عندك ضيفيه. الكيس ب5 جنيه، يعني مش حاجة زي الكيس الفانيليا، عادي مفيش اي مشكلة. هتجيبيه مع الفانيليا والكيك شيف. هتقلبي بقى برضو الخليط ده كله مع بعضه، وتأكدي ان الخليط ما تركزش معاكي في الطبق من تحت. تجيبي كده سباتولا وتقلبي، او معلقة وتقلبي عشان تتأكدي ان كله داب مع بعضه. هنا في خطوة بقى هنا مهمة هتتعمل هنا مع الكاكاو، بتفرق في الهشاشة بتاعت الكاكاو. في طرف المعلقة كده حطيت اللي هو الكربوناتو، حطيته على المكونات وضفت له معلقة من الخل. عايزة اقول لكم ان الخطوة دي بتخلي الكيكة اللي هي بالكاكاو بتخليها هشة. احنا عارفين ان كيكة الكاكاو بتكون تقيلة شوية او ممكن تهبط مننا، فالحركة دي بتخلي الكيكة تكون بنفس خفية الكيكة بتاعت الفانيليا، وبتخليها ما تهبطش معايا. هنا الخليط ده لازم اتأكد ان هو بنفس سمك الخليط التاني. هجيب الطبقين، وعندي هنا صينية دهنها زيت ومبدراها بالدقيق، وبعد كده باخد الطبقين في نفس الوقت بضيفهم مع بعض، ده في جنب وده في جنب، والاتنين ينزلوا جنب بعض زي ما انتوا شايفين كده، عشان يكون في جنب بالشوكولاتة، واللي في النص ده هيكون واخد من الشوكولاتة والفانيليا، وفي عندي جنب الفانيليا زي ما انتوا كنتوا شايفينها في الاول. هجيب كده عصاية او اللي هي بتاعت الشيش طاووق، او اجيب سكينة واعمل كده خطوط كده في النص، عشان برضو اللي في النص يكون واخد من الشوكولاتة ويكون واخد من الكاكاو. هديلها كده كام خبطة عشان لو فيها اي هوا يعني اي فراغات اللي انا اطلعها. في الوقت ده كنت انا مسخنة الفرن، بسخنه ان هو بعليه الاول ان هو يسخن، بعلي المفتاح على اعلى درجه ان هو يسخن معايا كويس جدا. ما ينفعش ان انا ادخل الكيكه والفرن عندي بارد، او ان هو بادئ يسخن وادخل الكيكه هلاقي الكيكه هبطت معايا. بدخل الكيكه وانا متاكده ان الفرن سخن معايا. بعد كده بعمل المفتاح اقل من الوسط. الناس اللي ما فيش عندها درجات للفرن، المفتاح تقلليه عن الوسط بحاجه كده بسيطه. بعد كده بتحطيها على الرف اللي في النص. اخدت معايا نص ساعة بالظبط. يعني حتى لو انت شامه ريحتها في الاول، اوعي تفتحي عليها. بعد نص ساعة بالظبط افتحي عليها واختبريها وشوفيها، لو استوت معاكي يبقى كده خلاص. اكتر منطقة ان هي ما بتكونش استوت معانا اللي هي المنطقة اللي في النص، فهي دي اللي هتختبريها. لقيتي العصاية طلعت معاكي نظيفة او السكينة طلعت معاكي نظيفة، يبقى الكيكة كده معاكي مظبوطة. شايفين ما شاء الله الكيكة؟ شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ شايفين اللون بتاعها فاتح ازاي؟ واخدة من طعم الشوكولاتة والفانيليا. وعايزة اقول لكم تحفة، اللي بالكاكاو كان طعمها اطعم من الفانيليا. هنا عملنا صينية واحدة، راضينا الأذواق، اللي حابب فانيليا واللي حابب شوكولاتة واللي حابب الاتنين مع بعض، زي الكيكة التايجر اللي احنا بنعملها. الكيكه اهيت بطلعها لكم. شايفين؟ عايزه اوريكم اللي بالشوكولاته. شايفين ما شاء الله عامله ازاي؟ شايفين الخرطه طالعه الواحده بوحدتها، مش مفروله معايا. عايزه اقول لكم ان الكيكه ديت يعني تعتبر دافيه. انا اول ما طلعتها من يعني ما سبتها هدت في قلب الفرن، طلعتها وقطعتها على طول. طيب عايزه اقول لكم على حاجه كمان. الكيكه اول ما تستوي اوعي ان انت تطلعيها تحطيها مثلا على البوتاجاز او على الرخامه، هتلاقيها هبطت معاكي. استوت وطفيت عليها النار، واربي باب البوتاجاز كده شويه. بعد ما تطفي بقى النار خالص، واربي باب البوتاجاز شويه وسيبيها بقى ان هي تهدى براحتها او تبرد براحتها عشان ما تهبطش معاكي. ده الكيكه بتاعتنا اهيت. لو فاض منها حاجه ما ينفعش ان انت تسيبيها كده، حطيها في طبق او في علبه محكمة الغلق عشان ما تنشفش معاكي، او طبق وغلفيه بكيسة كده عشان تفضل معاكي طرية. ده الفيديو بتاع النهاردة، فيديو الكيكة. يا رب يكون نالت اعجابكم. اسيبكم في رعاية الله واستودعكم الله.